السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عدي شقيري من قناة عصر التكنولوجيا، واليوم نحكي عن 3 مشاكل واجهها مستخدمين جهاز ايفون 7 الجديد. المشكلة الأولى صار لها ضجة حول العالم، هي صوت التشويش اللي بيطلع من سماعة الجهاز بسبب معالج A10 الجديد. يبدو انه لما الناس تفتح على الجهاز نفسه ألعاب وبرامج كثير، هالمعالج بيشتغل فيه نظام تبريد او نظام للآن غير معروف، ولكن صراحة شركة ابل تتكتم على المشكلة، وهذه المشكلة انه الشركة بتتكتم على المشكلة وما اطلقت اي بيان رسمي بخصوص هالموضوع، ولكن المشكلة موجودة وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهالخبر مثل ما نشوفه احنا من شبكة سي نت، اشهر شبكة تقنية في العالم طبعا، وبرضه في له مقطع على فيديو يوتيوب موجود انه صوت التشويش اللي بيطلع من خلال المعالج تم تسجيله على يوتيوب. المشكلة الثانية هي في سماعات اللايتنينج الجديدة. يبدو انه سماعات اللايتنينج الجديدة لما تشبكها على الجهاز هي بتفصل لحالها بعد دقيقتين او 3 دقائق فقط، فما بتقدر انت تستعمل ازرار السماعات نفسها، ولكن الصوت بضل يوصل. يعني اذا انت شغلت مقطع موسيقي فانت راح تسمع المقطع الموسيقى على طول، بس ما بتقدر تغير المقطع الموسيقي اللي بعده او توطي الصوت او تعلي الصوت. للاسف يبدو انها مشكلة في النظام، وابل اكدت هالموضوع وحكت انه راح يجي تحديث جديد طبعا لاي او اس اللي راح يعالج المشكلة بشكل نهائي. اما المشكله الثالثه انه بعض المشتريين لاحظوا بانه الجهاز احيانا اذا شغلت فيه وضع الطيران وازلت وضع الطيران فللاسف الجهاز ما بترجع شبكته، ما بيرجع يمسك الشبكه مره ثانيه. فنصحت شركه ابل المستخدمين انهم يعملوا ريستارت، وفي حال ما نفع معك الريستارت انك تطلع بطاقه السم وترجعها لمكانها وبرضه تشغل الجهاز مره ثانيه لحتى يزبط معك. وطبعا في بعض المشتركين راحوا في هالمشكله لعند معرض ابل نفسه، بلغوهم عن هالمشكله، وشركه ابل قامت باستبدال اجهزتهم لهم نفس المعرض، ولكن شركه ابل حاليا يجب ان تجد حل نهائي لهذه المشكله. فهذه كانت 3 مشاكل واجهها مستخدمين جهاز ايفون 7 الجديد. انا بقول لك اياها من باب انك تعرف وتتنور في هالمشاكل وعن الجهاز ايفون 7 الجديد. ومثل ما اقول دائما، انا جهاز ايفون 7 هو من اجمل الاجهزه حاليا، من اروع الاجهزه واقوى الاجهزه، وجهاز يستحق الاقتناء في حال لم يكن معك جهاز قوي جدا مثله. يعني هو جهاز من الامثل والافضل حاليا في العالم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسى اللايك والاشتراك معي في القناه لمزيد من معلومات تكنولوجيا اول باول. هذه تحياتي لكم، انا عدي الشقيري، والى اللقاء.